اهلا بحضراتكم في فيديو النهارده هنتكلم فيه عن اهم المهارات اللي محتاجها سوق العمل طبقا لموقع لينكد ان، طبقا لرئيس التحرير اللي هو اسمه دان روث ل 2026. ودان روث لما جه اتكلم عن اهم المهارات قسمهم لثلاثه باكتس او لثلاث مجموعات. فالمجموعه الاولانيه بتتكلم عن التكنيكال سكيلز او المهارات الفنيه، والمجموعتين التانيين بيتكلموا عن البيبل سكيلز او الهيومن سكيلز او المهارات اللي هي البشريه او ليها علاقه بالتعامل مع الاشخاص. طيب تعالوا نشوف اول باكت بيتكلم عن التكنيكال سكيلز، وبيتكلم هنا فيه الحقيقه عن الاي اي سكيلز او مهارات الذكاء الاصطناعي artificial intelligence. وبيقول دي مهارات مهمه جدا بالنسبه للشركات، والحلو في الموضوع ان الموضوع ده لسه في اوله. فلسه عندنا فرصه ان احنا نقدر نتدرب ونقدر ان احنا نطور من نفسنا ونكتسب المهارات دي اللي هي الاي اي سكيلز. الشركات النهارده محتاجه ناس عندها هذه المهارات علشان تقدر ان هي تنفذ سيستمز داخل الشركه او داخل المؤسسه باستخدام مهارات الذكاء الاصطناعي، او تبيلد يبني سيستم داخل المؤسسه باستخدام الاي اي سكيلز. الاثنين باكتس التانيين زي ما قلت لكم بيتكلموا عن البيبل او الهيومن سكيلز. فنبص على الباكت اللي بعد كده اللي بيتكلم عن الليدرشيب والتيم مانجمنت، مهارات القياده ومهارات اداره الاخرين. وهنا بدا يتكلم دان روث عن الاجيليتي يعني المرونه في التعامل مع الاخرين، دي نقطه مهمه قوي. واتكلم كمان عن المنتورنج اللي هو الارشاد المهني، وازاي ان انا بديفلوب التالنتس او المهارات اللي موجوده جوه الفريق. فدي برضو واحده من السكيلز المهمه جدا في 2026. الباكت الاخير بيتكلم عن الكلير والافكتيف كوميونيكيشن، ازاي يبقى عندي مهارات التواصل الواضح والفعال مع الاخرين. وهنا اتكلم الحقيقه عن البابليك سبيكينج، ازاي انك انت تقف وتتكلم قدام الناس، ازاي انك انت تقف وتدي برزنتيشن قدام الناس. واتكلم عن حاجه لطيفه جدا ودي كانت مفاجاه الحقيقه بالنسبه للمهارات في 2026، اللي هي مهاره ستوري تيلينج. ازاي انك انت تحكي قصه، ازاي انك انت لما تيجي تتكلم عن مهاره معينه مثلا زي الكوميونيكيشن، مش مجرد تتكلم كلام عام، تربط المهاره دي باكزامبلز، بامثله، بقصه انت اتعرضت لها شخصيا او قصه انت تعرفها شخصيا. فدي برضو من ضمن المهارات المهمه قوي ستوري تيلينج. واكد عليها بس مش وانت بتعمل الريزومي بتاعك او السي في، لكن كمان وانت لما تيجي تعمل الانترفيو انك تستخدم هذه المهاره ستوري تيلينج، او انك انت تروي او تحكي قصه معينه ليها علاقه بالسكيل اللي انت بتتكلم عليها او اللي انت بتقول ان هي موجوده عندك. دول الثلاثه باكتس. زي ما قلنا في باكت عندي تكنيكال سكيلز اللي هو الاي اي، والتو باكتس التانيين او المجموعتين التانيين بيتكلموا عن البيبل او الهيومن سكيلز اللي هم ليدرشيب والتيم مانجمنت والكلير والافكتيف كوميونيكيشن. اهتموا بهذه المهارات في 2026. قال كمان لو انت عايز تعرف، لو انت عندك مهاره من المهارات دي تعرف ازاي، اسال الناس القريبه منك، اسال زمايلك في الشغل، اسال زمايلك في الجامعه، اسال اصدقائك، اسال حد في عيلتك، انتوا شايفين ان انا كويس في ايه، انتوا شايفين ان انا شاطر في ايه. وقفل الكلام بتاعه. الناس لو عايزه تتعلم هذه المهارات، في عندنا كورسات كتيره جدا موجوده على الانترنت، في حاجات بتبقى فري كتيره جدا تقدر انك انت تخش وتعلم نفسك بنفسك. اهتموا بالمهارات دي في 2026. سوق العمل محتاج المهارات دي، وربنا يوفق الجميع. سهلا.